السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة فراخ بطريقة حلوة جدا جدا هتعجبكم، وطعمها حلو قوي 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 كمان. معايا فرخة، بس عشان الفرخة كبيرة شوية فانا هقطع الورك 2 والصدر 2. لو هتعملوها بفرخة وسط او صغيرة ممكن تحطوا القطعة سليمة عادي. هفصل بس الرقبة دي عن الصدر، وهقطعها كده. في طبق بقى هعمل تتبيلة. هحط شوية من الملح على قد تتبيلة الفرخة، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر، نص معلقة صغيرة من البابريكا، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وربع معلقة صغيرة من البصل البودر. اللي عاوز يحط شطة، أنا حطيت ربع معلقة من الشطة الحمراء. هحط معلقة كبيرة من العسل الأسود. لو مفيش عسل أسود ممكن نحط معلقة كبيرة من السكر، برضو بتدي نفس الطعم، تديها طعم حلو جدا للفراخ بالطريقة دي. حطيت حوالي 3 معالق كبار من الزيت. نقلبها كده كويس مع بعض ونحطها. اخر حاجة هحطها رشة كده من الزعتر، تدي للفراخ دي طعم حلو جدا، وكمان ريحة حلوة. هبدأ بقى احط على الفراخ، امسك كل قطعة كده واحط فيها تتبيلة وتحت الجلد كده عشان تبقى شاربة من التتبيلة كويس جدا. خلصت تتبيلة الفراخ، قطعت بصلتين كبار زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة كده طرنشات، بس يعني فرقتهم عن بعض. ومعايا فلفلاية خضراء وفلفلاية حمراء وطماطمية كبيرة مقطعة زي السلطة كده. حطيت حوالي 4 معالق كبار من الزيت في طاسة على النار، سخنتها كويس وهبدأ أشوح فيها الفراخ. يا ريت لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا تعملوا لي لايك واشتراك في القناة لو عجبتكم الوصفة. خلاص كده أنا خلصت الفراخ. شلت أي شوائب كانت في الزيت، طبعا أي شوائب بتظهر في الزيت علشان العسل الأسود، بس طبعا احنا عايزين ناخد طعم الفراخ فهحط البصل مكان تشويح الفراخ عشان ياخد من طعم الفراخ. هشوح البصل كده لحد ما يدبل. هحط عليه سنة صغيرة من الملح، وكمان معلقة صغيرة من السكر عشان يتكرمل كده ويبقى طعمه حلو. معلقة السكر دي هتغير طعم الفراخ خالص يا جماعة، لو دقتوها والله هتعجبكم جدا. خلاص البصل كده دبل معايا، وحطيت الطماطم عليه هشوحها بس تشويحة صغيرة، وخلاص على كده. جبت بقى صينية كبيرة، صينية فرن، هحط فيها الخلطة دي كلها واوزع عليها الفراخ. وابدأ برضو احط البصل اللي تحت دوت على وش الفراخ برضو.
في الخطوة دي انا مشغلة الفرن درجة حرارة عالية عشان ما ياخدش وقت مني. دي حوالي ربع بس كوباية، ربع كوباية مية. ما تنسوش ان الفراخ لو دخلت الفرن بعد ما تتغطى هتنزل مية. ما تنسوش ان الفراخ كمان ما استوتش 100%. حطيت على وشها معلقة بابريكا صغيرة عشان تديها لون احمر. حطيت ورقة زبدة على وشها، وبعدين هغطيها بالفويل واقفلها كويس جدا وادخلها الفرن على درجة حرارة عالية لحد ما ابقى اخد بالي منها كده كل شوية ابص عليها لحد ما تاخد التسوية الكاملة. دلوقتي لما طلعتها لقيتها استوت جدا، فكشفت وشها حوالي 10 دقايق عشان تاخد اللون الاحمر ده. كنت مولعة فحماية على النار، هحطها كده مع نقطتين زيت عشان تطلع الدخان اللي انتوا شايفينه كده، وهغطيها بالفويل مرة تانية دقيقتين 3. حلوة جدا يا جماعة. حركة الفحم دي كمان بتوديها في حتة تانية خالص، يعني كأني فراخ مشوية على الفحم. طعمها خطير بصراحة. والبصل ده اللي تحتيها ده بتحبوا تاكلوه قبل الفرخ. نعمل بقى جنبيها شوية رز او مكرونة اللي يعجبكم مع الصوص بتاعها كده. لو عجبتكم الوصفة يا ريت تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي ان شاء الله. كان معاكم تيسير عبد النور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بألف هنا وشفا.